السلام عليكم. في أسطورة إغريقية قديمة بتقول إن الموت اختفى من على الأرض شوية. أنا جنة عادل ودي سحلة النهار. قصتنا النهاردة ليها 3 أبطال. أول واحد سيزيف. لم تعد على أكتافه الصخرة. سيزيف كان ملك من البشر، معروف عنه إن هو شديد الذكاء والمكر وحلنجي وبيلسن على الآلهة وبيتطاول عليهم، وتحديدا زوس. الشخصية التانية في سحلة النهار، زوس كان كبير الآلهة عند الإغريق، وهو الصراحة كان شخصية مهزأة فعلا. يعني قتل أبوه وكل ورث إخواته ونستوانجي وقماص، وليه قصة كده ممكن نبقى نتسحل معاها بعدين. تسألني مين الشخصية التالتة؟ هنعرف في آخر السحلة. نرجع لقصة الموت. اللي حصل إن زوس لما جاب آخره من سيزيف بعت له إله الموت يقبض روح، بس سيزيف واضح إنه ما كانش مستعد يموت وقتها، فعلشان هو ذكي ومكار قدر يحتال على الموت نفسه، وبدل ما الموت رايح علشان يسلسله وينزل بيه على العالم السفلي، لعب عليه لعبة عبيطة جدا. قال له معلم، هي السلاسل دي بتشتغل ازاي؟ فالموت يا عيني من كتر ما هو مش متخيل ان حد ممكن يعمل كده فيه، لبس السلاسل فعلا عشان يوري له هي بتشتغل ازاي، فتسلسل وسيزيف حبسه واختفى من على الارض لمده اسبوع. مين بقى اللي ياخد باله ان الموت مش موجود؟ الشخصيه الثالثه في سحله النهارده، ايريس، اله الحرب. ايريس بحسب تصويره في الاساطير الاغريقيه كان شخصيه سايكوباتيه جدا، هو اكل عيشه الموت وخراب الديار، واكتر حاجه ممتعه بالنسبه له انه يشوف الناس بتموت في الحرب. فلما ايريس لاحظ ان الحروب بتقوم والناس بتدبح في بعض بس مفيش حد بيموت فعلا، جري على الالهه فوق في الاولمب وتحت في العالم السفلي يدور الموت فين، لحد ما في الاخر خالص لقاه محبوس عند سيزيف. راح لسيزيف وحرر الموت وخدوه هما الاثنين جرجروه على العالم السفلي، وهناك صدرت عقوبه زوس كبير الالهه على سيزيف انه يرفع الصخره الكبيره ويطلع بيها لحد قمه الجبل، وبمجرد ما يقرب يوصل للقمه الصخره تقع فينزل يجيبها تاني ويحاول يرفعها تاني الى ما لا نهايه. لو حاسس ان معاناه سيزيف مش غريبه عليك وان انت كمان شايل صخره وكل ما تقرب توصل بيها لقمه الجبل تقع منك تاني، السحله اللي جايه هتعجبك.